بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه ده خامس يوم النهارده ولا رابع؟ خامس يوم. ده خامس يوم النهارده. طبعا مراد حسناه وحسناه عندها بناكله وبعدين نفرقه. كل عام وانتم بخير وبصحه وسلامه وسعاده. طبعا الفطار بتاعنا ايه؟ انا عامله تورتايه كده بتاعت كروم. في الفيديو ان شاء الله رب العالمين هنزلها لكم على القناه الصغيره على لبنى درويش. بقول لكم محمد حط اللايك وحسن. كويس. عامله بقى ده الكرنب ده كده باللحمه المفرومه والخضروات بصراحه يعني، والبطاطس والجزر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالرز وبالكوسه. بصراحه كوكتيل من الخضار مع اللحمه المفرومه والكرنب وورق الكرنب طبعا. شايفين الجمال؟ انا هنزل لكم الفيديو ده ان شاء الله رب العالمين، روحوا اتفرجوا عليه. طبعا عامله دي حسناء وعامله خضار، عامله سلطه بس كده بس. عاوزه كمان واحد يا شيخه، خدي كمان واحد. ده فطار الحله الواحده. ده اسمه ايه؟ اكله الحله الواحده. فوق من ممتاز يا جماعه. دوقوا كده حسناء. جميل يا ماما، تسلمي ايدك والله. والله جميل، والله العظيم جميل. بسم الله ما شاء الله عليك، جزاك الله كل خير. وياكم يا حسناء. هجيب لك معلقة. شايفين؟ وانا ما خدتش ما تجيب سكينه يا فاطمه. معلقة ازاي؟ سكينه كنت بقطع بها يا فاطمه. طب وزعي العصير. هاتي شايفين؟ العصير الاول. لحظه واحده. امبارح تورته كنافه والنهارده تورته محشي. لسه ما نزلتش الفيديو بتاعك. انت هتنزلي ده الاول ولا الكنافه؟ لا نزل ده الاول. خلاص الكنافه بعديها تشوفوا التورته بتاعت الكنافه. عايز تاكل؟ تسلم ايدك يا ست. يا روح قلبي انت. حلو يا حسناء. جميل والله بجد ما شاء الله تبارك الله. خدي يا اختي خدي كمان واحدة كروم بقى. انت ما اديتنيش كروم. بجيب لك واحدة احلى واحدة كروم. خد تعالى افتح طبقك يا فاطمة. عايز ايه؟ اللي عايز مانجا ولا عايز فراولة ولا عايز عرق سوس؟ انا عايز ده. خد ده قدامك اهو. ولا عايز فراولة؟ وانا عايز عرق. عايز فراولة. خد فراولة. عايز ايه يا حسناء؟ انا عايز عرق. اي حاجه. مانجا يا حسناء. انت بتحب المانجا، انا عارفاكي بتحب المانجا. وانت عايز مانجا؟ عرق سوس. عرق سوس. خد عرق سوس. وانت عايزه يا فاطمه؟ فاطمة مش عايزة حاجة خالص، ما بتحبهاش. فاطمه عايزه قمر الدين. خد يا ليلى. محبش المانجا، انا بحب الفراوله. طبقك يا فاطمة. تسلم هات يا ليلى طبقك. تسلم يا محمد، الله يبارك فيك يا رب يا قلبي. كل عام وانتم بخير وبصحة وسعادة وسلام. والسنة الجاية ان شاء الله تكون احسن من السنة دي بكتير ان شاء الله رب العالمين يا رب، علينا وعلى أمة محمد أجمعين. حمو ما توسخش. بص انت كبت فين؟ طبقك يا فاطمة. بص عمو كبت فين يا ست؟ طب هاتي الطبق ده نحط لك فيه. بص عمو كبت يا ست. غضبانة ها؟ انت ما قلتليش تاخدي عصير ايه؟ قلت لك مش عايزة. تاخدي عصير ايه؟ انت عايزه عصير شكبون. خدي. نسيتي توزعي سلطه.
السلطه بقى اللي عايزه كله معلقه بقى واحده بس، معلقه واحده. خلص وخد غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه ما اخدتش. فاطمه اخدتي؟ ده بتاع مين؟ ده بتاعك انت بقى. انا؟ كل ده؟ لا امك بتقولك ده بتاع مين وهي تاخد الصينيه لوحدها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه كل نعم ربنا حلوه، كل نعم ربنا جميله، كل نعم ربنا حلوه، وجودها من موجوده. خلي بالكم من الجيران، خلي بالكم من الارحام، خلي بالكم من بعض. يعني انت مثلا لو عندك اختك تكون حالتها تعبانه، بص على اختك وعلى اولاد اختك. طبعا يا جماعه انا اعرف واحده يعني صديقه وكده، قامت من النوم قبل الفطار على طول، بيجي بنص ساعه بساعه زمن كده، راحت هتعمل ايه؟ راحت بسرعه عامله عدس وغرفت منه 6 اطباق. 6 اطباق راحوا للجيران، لجيرانها يعني. كل طبق من ال6 رجع لها بطبق شكل، كل طبق من ال6 رجع لها بطبق شكل، وهي عامله عدس بس، وهي عملت عدس. الحسنه ب10 امثالها، الحسنه ب10 امثالها يا جماعه. بسم الله. ودي جرانكو، ودوا الجيران. اسأليهم كده اتعلمتوا ايه من القصة دي؟ اتعلمت ايه يا حمو من القصة دي؟ اتعلمت ايه من القصه دي؟ اقول لكم انا اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان احنا نقوم نعمل عدس نرجع عليه كل شكل ولون. يتعلم القصة اللي هي اتعلمت ان انا اكل فرخة. اتعلمت ان طلعت طبق عدس جالك فرخه. اتعلمت اروح اعمل اكل واحده بس واروح اديه مش تجيلي اليوم. اليوم اللي تلاقي جيرانك طابخين فيه. وانا اتعلمت اللي الحسنه ب10 امثالها، اللي سبحان الله العظيم ده حمو بودي. بتبقى ناوي تعمل حاجه ربنا بيبعتها لك 10. هات اما اجيب لك طبق، هات اما اجيب لك كمان طبق، هاتي حسنين. الحسنه ب10 امثالها يا جماعه، بديهم الخير. اللي عنده اخت حالتها تعبانه يبص عليها ويبص على اولادها، ممكن يكون جوزها ما بيشتغلش كده يعني. ارفعي البتاع شويه، صغيره قوي كده حلو. ايوه كده. اللي عامل اكل وجاره برضو ايه؟ ما حلتوش مريم فين؟ نايمه. راح صحيح. أو. امشي لها انت. قول لهم اللي عامل برضو اكل يبعت لجاره لو اللي محتاج. هو زمان اصلا كانت في عاده ايه، كل حد بيعمل اكله بيودي لجاره منها، وجاره اللي عامل اكله بيودي له منها. هي العاده دي ما عادتش منها اصلا دلوقتي. ناخد كنافه ونوزعها على الجيران كلها. فانت بتلاقي بيتك مشكل من كل صنف ايه انت ما عملتوهوش. الاوضه الثانيه في ناس اصلا خد يا حسن. ولا هتصحيها خليك تشيلها وما تاكلش. الاوضه التانية. بس حاسه عشان امك تعرف تاكل. فعلا زمان يا جماعه، طبعا هنا طبعا ايه منطقه الفيلا وكده، كل فيلا وفيلا بينا مسافه جامده، بس والله العظيم مسافه جامده يعني. بس برضو احنا جيران ما بننسوش بعضنا هنا، بالذات انا الحمد لله رب العالمين. بس بقى في الحلويات والكحك والبسكوت وفي الافراح وفي الحاجات دي. بقول لكم حسن حطوا اللايك. جزاك الله خير. اللهم اطعمنا واسقي من سقانا. طعم السفرة دي جميلة. جميله ما شاء الله تبارك الله. اللي ليه اولاد برضه يكون متجوز زوجة ثانية ما ينساش اولاده، حرام عليه يتقي الله في نفسه. ولا امه قامت مع الاكل اما بيعمل كده. روحي صحي بقى. انا برضو كده لما لقيت حسن قالت من على ما الاكل تصحيش مريم. ما تصحيش مريم. طبعي. ما تصحيش مريم. فطرت عند حماتك النهارده يا حسناء السنة دي؟
لا لسه ما فطرتوش؟ هتروحي امتى؟ ما فاللي عندي زوجة مثلا متجوز 2، ليه بترمي واحدة وتصرف على واحدة؟ ليه؟ حرام عليك. ليه بترمي ولاد واحدة وتروح تصرف على التانية؟ طب انت عندك بيت وعندك اولاد، ليه بترمي ولادك وكل اللي بتتجوز لك واحدة شكل؟ ليه؟ ما بيعملش كده غير الراجل الناقص، الراجل اللي مش محترم. وليه الناس لما تبقى له مرات اخ وكده وشايفين في مشاكل، ما تخبطش يا حبيبي. ليه ما بيدخلوش؟ ولا هم كلهم ما لهمش كبير؟ ليه يعني؟ الدين راح، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال الخير فيه وفي امتي الى يوم الدين، ما دام الخير فيه وفي امتي الى يوم الدين، ما دام الخير فيه وفي امتي الى يوم الدين. ليه محدش بيدور على حد؟ ليه الاخ ما عادش بيدور على اخته هي عايشه ازاي وبتاكل ايه وحالتها ايه؟ ليه الاخ والاخت بيحاربوا في اخواتهم؟ ليه بيحاربوا في بعض؟ ليه؟ هي الدنيا مستاهله ايه؟ ليه الاخت لو شافت اختها احسن منها بتحارب فيها؟ ليه الاخت بتحارب اختها في شرفها؟ ليه الناس لما بيبقى في مشاكل بينهم وبين بعض بيحاربوا في الشرف؟ بيحاربوا في الشرف. ليه اشمعنى يعني؟ كل بتاع ده يا محمد. كل الكرنب بتاعه جميل. ده عرق ده؟ خد. دوقي كده. ده عرق. لحمه اه صح؟ عرق هاتيه. ده هو اللي من ناحية انا ده. ده كرنب. وفين فيها عروق؟ خدي. تعالي قبلك عرق؟ امسكها ماما فين؟ انا عايزة عرق. عرق لحمه مش عرق سوس. عايز حتى حاجة؟ حتى؟ عايزه حته ماما؟ هتلاقي حته بقك حاسك. يديها ما يديها ما اكلتك. ده حب. ليه الابن يتجوز وبعد ما يتجوز ما يعرفش غير مراته، ولا يعرف اخته ولا يعرف امه ولا يعرف اخواته ولا يعرف حد؟ ليه؟ هي فعلا الدنيا ما فيهاش خير؟ ولا الدنيا فيها خير بس فيها عالم مش كويسه ومش محترمين؟ ليه؟ هو انت سبحان الله العظيم، طب ما انت بكره هتبقى برضو ان شاء الله رب العالمين ولادك تكبر مش هتعرفك. والزوجه اصلا اللي هي اصلا ما بتقولكش روح لامك وشوف اختك وكده، هي في حد ذاتها طالعه من عند ناس ما عندهمش اصل. الزوجه اصلا من حد ذاتها يعني بتبقى طالعه من بيت مش اصيل، بيت قليل الرحم، بيت ما يعرفش عن الدين حاجه. ليه مرات الابن تبقى وحشه مع تبقى وحشه مع حماتها؟ معلش الحمد لله. الحمد لله. هاتي له امي صفهوله، ده وقع في الاكل. صفهوله في طبق صغنن ده. مش مشكله. رز العرق سوس. اهو بالعرق اهو البيت كله عروق. جربوا كده على فكره، ده نوع جديد. هما الاكلات اصلا كانوا بيخترعوها كده، يجي يحط حاجه تيجي مكبوبه على حاجه فهتلاقي حاجه تانيه طلعت. يلا بدوق. اللهم لك صمت وعجزك فطرت زهرت وابتلت العروق وسمت الارض ان شاء الله العالم. كل واحد يا جماعه يتهيأ عندك في نفسه عرق خالي؟ عنده عروق كتير. انت عايز عرق؟ عندك عرق بتلو؟ والله عندك عرق ايه يا خالو؟ في لحمه؟ تاخد لحمه؟ من الدكتور قال لي كلي موزه. خد لحمه، خد حسنا لحمه. انا محتاره قوي، الدكتور قال لي كلي موزه عشان تخسي. كل موزه؟ ده انت قرد بقى. انا محتاره. لا ما انا دلوقتي انا محتاره مش عارفه اكل موزه ازاي، ما قاليش. موزة بتلو ولا موزه بتولي ولا موزه ضاني؟ ده ولا موزه شقق ولا موزه قرود؟ لا احنا ده الشجرة. عملت قرود. الحاجات الحل في مصر. طبعا يا جماعه ده 5 فطار ربنا يعطي عليكم في يوم رمضان. عرق بتلو.
ربنا يعطها عليكم وعلى اولادكم وعلى رجالتكم وعلى احبابكم. ونخرج منه يا رب مغفورين الذنب يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يكفر ذنوبنا ويصلح احوالنا ويهدي سرنا ويرزقنا برزق الحلال. امين يا رب انا العالمين. عايزه انت فاكر عرق تركي، قصدي عرق بتلو. يعني العيال اللي همه كان تبوس يا اختي. شبه امك. واقف قدام الاكل تحسيه مسكين كده ومش فاطر. لا والله صايمين لغايه العصر. فايمين لحد العصر ده اول. عصر مين يا ماما؟ ده جم واكلين ايوه ما هو العصر العصر ده كل الساعه 3 يعني. اول يوم حد رمضان بس ما عندنا. سحروش. احنا اللي سحرنا. خد يا يوسف. انتوا بتصوموا. فاق. طب انت بتصوم بالله؟ بالله. بالله ما هي صايمه ليه؟ ده انت بتاكلي وانت نايمه. بتاخدي سندوتش ومن غير تاخدي قبل الاذان قبل الاذان بساعتين. ليلى ده انا لازم احط الاكل على لساني اشوف استوى عشان كداب. تاكل قبل الاذان بساعتين. مش احنا لازم بنحط اكل على لساننا نشوف تتسحر استوى. بعد الشمس ما تطلع. هو كده كده متحلل لك صباع كفته وقرن صباع محشي. واحده راحت للشيخ قالت له يا شيخ كنت بطبخ وقع في بقي صباع محشي وقطعه صباع محشي وصباع كفته وقطعه بشاميل، يبقى انا كده فطرت؟ لا يبقى انت كده اتغديت. بيقول لك انا كنت قولي يا زينب. انا كنت صايمه فرحت جبت بعدها بعد ما خلصت الصلاة رحت جبت لحمه ووديتها حطيتها ساعتين وانا صايم. ده بيعمر مكانك. بعدها ما لقيتهاش تستوي فبدوها وهي نية رحت بلعتها. قلت ازاي؟ ازاي؟ رحت للشيخ قلت له بلعتها. قلت له بلعتها قال لي انت انا كده فطرت ولا غديت؟ صمت ولا غديت؟ قال له لا دي انت بليت. واحد بيرن على الشيخ اسلام بيقول له ايه ينفع اصوم كل يوم لحد الظهر واصوم 40 يوم 60 يوم بدل 30؟ والله بجد. اصلا عن كل يوم اصلا بتصوم عن كل يوم 60 يوم. 60 يوم متتاليه يعني ما تقطعيش يوم. فتخيلي بقى اللي بيصوم 10 ايام يبقى قد ايه؟ بيفطر 10 ايام اللي بيفطر 10 ايام يعني 60 يوم ورا بعضهم، يعني مثلا ده اللي يعني فطر فاضيين. يومين يصوم شهرين ورا بعض ما يفطرش. كده شهرين، اللي يكب حاجة 4 شهور، 6 شهور، ياه 8 شهور، ده على كده 10 محمد شهور، فتح عمو فين؟ 12 شهر، ال 12 يوم 14 بسنه. شهر. ال 12 يوم بسنه. 14 شهر، استنى 14 شهر، 16 شهر، 18 شهر، 20 شهر في ال10 ايام. حمو مخلص بتاعه ودخل على يا ده. نهار ابيض. ها والله هي اللي اخذت قومتها. والله هي اللي بس اخذت كنت قومتها. طالعه من الاوضه. على كده محمد هيصوم كام سنه؟ ياه مؤاخذة يا حسن. اما الناس اللي بتمشي في الشارع الفترة دي بس لا ممكن يعوضها بفلوس او بقى. مريم ما بس تيجي ده لو تاكل. عنده صحة ما ينفعش يعوضها بفلوس. خدي امسكي. يا بنتي دي وقفيها وقفي. خروف. خروف خريباني. مريم مريم قومي افطري. سيبها بقى هي البت ده قومتها قبل ما تخلص. طبيها إيه؟ طبيها. نعم يا حبيبي. غدتها. طب انت حد لو قومك كنت مش بعتيش نوم يبقى احساسك ايه؟ احساس ده بتقوم تكسر البيت علينا مبقاش عندها ساعتها ما بتبقاش شايفه قدامها اصلا. ايه يا ماما؟ خدي يا حسناء القف يا حسناء شقط. لا كده شقط. جت سليمه. ما خبطتش.
حلو الجلباب ده صح؟ مرة أنا كنت جميل بصليها صح؟ جميل ما شاء الله. وشيك جدا. لقيت عاجبني نفسك حبة مية وأنا ماشي، جبت حقنة لقيتها في الشارع ومليت طبعا يا جماعه فطرنا مع بعض اهوت يعني ربنا يصلح حالنا وحالكم ويرزقنا ويرزقكم ويبارك فينا وفيكم. مش بالاكل كتير والله يعني سبحان الله. الصيام رمضان مش للاكل يا امي. أيوة. مثلا رمضان الاكل العباده. رمضان للعباده عشان رمضان نتعبدوا للعبادة. فيه. يعني انتوا سايبين نفسكم طول السنه وجايين تعزموا نفسكم في الشهر عبادات. ماما الكلمة هو ده كلمة الغرض ده. راح مننا التراويح وراح مننا قراءة القرآن وراح مننا الذكر. لا أنا وممكن ما يكون راحش جب- مني ولا حاجة. وممكن يكون جبنا في سيرة الناس هو رمضان لمته وحشة مش مش حلو حلوة. التراويح ده. انا دخلت لقيته في القبله بتتصلى كده، رحت لقيته بيصلى الجنب التاني. عمرك كان بيسألني كده. يعني الناس بتصلي يمين وهو بيصلي شمال. نيات. وبنياتكم بترزقوه. الله. بص بتبصلك بقرف، بتبص ستك. خدي يا توتو، خدي يا مريم. لا ده عسل فراولة، حسناء فراولة. قول لهم حطوا اللايك. حط اللايك وش الديسلايك. حط اللايك شد يا جماعه. اللايك. الفيديو طول عليكم، كل عام وانتم بخير حط وصحه اللايك. وسلامه. طول شد اللايك. ما تبات في الفيديو. يلا مع السلامه مع السلامه مع يلا السلامه. نشوفكم ان شاء الله في الفطار بكره الجاي. ان شاء الله ونصور لكم وهنزل حط لكم اللايك، كمان. حط اللايك، حط اللايك، حط اللايك، حط Calm down, اللايك، calm حط down, calm اللايك. ثواني. هنزل لكم ان شاء الله الفيديو بتاع طريقه عمل المحبة. الفطار في حله واحده. انتظرونا في الفيديو ان شاء الله على القناه الثانيه، على قناه لبنى درويش بالعربي. تمام، هنزل لكم عليها ده. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين وتفعلوا زر الجرس. وان شاء الله نشوفكم على الفطار بتاع بكره ومع السلامه.